ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ معاكم قناة عمايل ايدي. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة. النهاردة ان شاء الله هنزل لكم وصفة اقتصادية جدا 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 وسهلة قوي قوي. هنعمل مع بعض بديل الجبنة الرومي بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة، وفي نفس الوقت مغذية جدا جدا لأطفالنا. يعني بصوا يا جماعة، شكلها تحفة تحفة وطعمها خطير، والله العظيم تحفة بمعنى الكلمة، ومفيدة جدا. يعني كفاية ان هي اصلا حاجة معمولة في البيت بطريقة نظيفة وحلوة. اول حاجة هنا هنجيب حلة، هحط فيها لتر من الحليب. طبعا انا غليه قبل كده وسايباه يبرد. واحط كوباية من النشا. هقلب الحليب مع النشا لغاية ما النشا يدوب مع الحليب. طبعا انا لسه عامله ده كله يعني على البارد، ما قلتش النار. هحط تمني من الجبنه الرومي، هقطعها كده قطع صغيره واحطها واقلبها مع اللبن والنشا. يلا يا جماعه، ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه، مستنيه تدعموني بجد بجد، بحبكم في الله. بعد كده هحط عليهم 4 قطع جبنه نستو. يبقى لتر من حليب عليهم كوباية نشا عليهم تمن جبنة رومي 4 قطع من الجبنة النستو. أي نوع، بس تفضل تكون جبنة نوعها نضيف شوية. ونقلب الخليط ده كده مع بعض، نحاول ندوب الجبنة النستو معاهم. نقلب حلو كده. وبعد كده هننزل نص كوباية من الزيت، يكون ملوش ريحة يا جماعة. اهم حاجة في الزيت بتاعي اي نوع، بس اهم حاجة ما يكونش ليه ريحة، عشان ما يباش يغير طعم الجبنة الرومي. بعد كده هحط لون طعام لونه اصفر عشان تدي لون الطعم بتاع الجبنة الرومي. وهقلب بقى ده كله كده مع بعض. هنحط الملح بتاعنا، ما ننساش نحط الملح. وخلي بالك انت حاطه جبنه رومي، فعشان الملح يبقى مظبوط ركزي على الملح. واحط معلقه من الفلفل الاسمر. هقلب تاني الخليط ده كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده معايا، كل حاجه بالراحه قدامكم عشان تقوموا تشجعوا تعمليها. ماشي، انا كده قلبت اهيت فيها. بعد كده هولع النار بتاعتي. وقدام ولعت النار بتاعتي، اوعي تسيبي ايدك من على النار. ما تقولي بدل انا رايحه اعمل حاجه وجايه، لا، جنك قلبي فيها. هي بتاخد بالظبط تقريبا ربع ساعه تقليب. انا هقلب اهوت، بجن اقلب فيها. الجبنه الرومي بتسيح، الجبنه النستو بتسيح، الزيت بيدوب، كل حاجه بتدوب مع بعض، بتبقى بجد جميل قوي. انا بقلب اهوت. ايوه، جميله بجد. احنا كل يوم بنجيب جبنه رومي في المدارس. يعني مش قادره اقول لكم دي بقى ما شاء الله، بتطلع لك حرفيا اكتر من كيلو ونص جبنه رومي، وطعمها حلو قوي، وسلام بقى مع كاتشب، بتحفه بجد. شفتوا الخليط تقل ازاي؟ وبجن اقلب، ما بسيبش ايدي من على النار. بقلب اهي، شايفين يا جماعه؟ اجني قلبي قلبي، بصي بتاخد تقليب، هي فعلا بتقلب كتير، بس النتيجة بتبقى تحفة. شايفين الخليط بيبقى يعمل ازاي، بيربط ازاي؟ كل ما هنقلب كل ما هيربط اكتر، وكل حاجة بتدوب مع بعض، يبقى بجد نكهتها حلوة قوي. يعني احنا بنجيب كل يوم جبنة رومي، وبتبقى بص صراحة، يعني جبنة بتاعت بره دي مش حلوة خالص. يعني ما فيهاش اي حاجة، ولا فيها فايدة، ولا فيها اي حاجة. يعني مش عارفة، يعني انا عن نفسي انا ما بحبش اكلها من بره خالص خالص بقى بمعنى الكلمة. يعني لا، بحس بتاعت البيت ديت جميلة. شايفين بتربط ازاي؟ شايفين القوام بتاعها؟ لازم. شايفين انا بقلب اهو، احط الجبنة على المعلقة، لو نزلت كتلة واحدة يبقى هي كده استوت. لسه بتقطع يبقى لا، جنك قلبي برضه. شايفين اهي؟ انا كده شايفينها؟ بصوا بتنزل ازاي اهي. قلبي كمان قلبي، جنك قلبي. يعني بصوا، معلش ايدك هتوجعك شويه، بس بجد هتلاقي النتيجه حلوه قوي يا جماعه، بجد جميله. وعيال حبوها قوي، ودي مش اول مره اعملها صراحه، يعني عملتها قبل كده. شايفين البكبكه ديت؟ ده دليل ان اللبن يعني خلاص الجبنه بتستوت. بس شايفين اهي الجبنه هي، بصوا بتنزل ازاي اهي. تنزل مع بعض، لازم تقلبي فيها، جنك قلبي وما تزهقيش، اوعي تزهقي. انا حبيت اعملها النوبه بالتفصيل عشان بجد لازم تعملوها. جميله يا جماعه، بجد جميله والله العظيم. كده مية مية خلاص. الخليط اهو تمام مية مية.
اهوت. هشيلها من على النار وهجيب صينيه احط فيها الخليط كله. بصوا نزل مره واحده ازاي. يبقى كده الجبنه بتاعتي مية مية. هسويها اهيت، هسويها حلو قوي. بس كده هيك كده خلاص خلصت. شايفين اهو. هعمل ايه بقى؟ هجيب كيس، اي كيس بقى حلواني، اي كيس تلاجة، اي حاجة، واقوم مغطيها كده اهوت. وكل شوية قبل ما ادخلها التلاجة اشيل الكيس، امسح البخار اللي هيطلع من الجبنة، عشان طبعا احنا مغطينها هي سخنة. ونمسح ونحط تاني كيس عشان ما يكونش الطبقة الناشفة، تبقى مش تعمل طبقة. وبعد ما احطها في التلاجة 3 4 ساعات، ده كان الشكل بتاعها النهائي. بجد وصفة حلوة قوي 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 وسهلة. ولو عجبكم الفيديو بتاعي بقى، يلا كده شجعيني بلايك واشتراك في القناة، ما تستخسروش فيا. وبجد بجد بحبكم في الله. السلام عليكم.